أهلا بيكم. هنتكلم النهاردة عن صوم العذراء مريم. هنعرف تاريخه ونشأته والمصادر اللي بتأكد وجود الصوم ده في الكنيسة القبطية. معلومات سريعة ومعلومات خفيفة لكن مهمة، وممكن تكون أول مرة تسمعها. انزل اشترك في القناة، فعل الجرس، شارك الحلقة مع أصدقائك، ويلا بينا نعرف صوم العذراء. أول حاجة لازم تعرفها إن صوم العذراء مريم مش مذكور في الكتاب المقدس بشكل مباشر، ولكن هو صوم من الأصوام التقليدية في الكنيسة أو المتوارثة عن التقليد الكنسي والكتابات التاريخية والطقسية في الكنيسة. صوم العذراء مريم هو صوم بدأ من القرون الأولى في الكنيسة، وبدأ بالتحديد من القرن السادس الميلادي. وطبعا زي ما قلنا هو تقليد كنسي قديم ملوش يعني مش مذكور في الكتاب المقدس. طيب صوم العذراء مريم مدته قد إيه؟ مدته زي ما كلنا عارفين 15 يوم. بيبدأ يوم 1 مصر من الشهر القبطي وبينتهي يوم 15 من شهر مصر. في نهاية صوم العذراء مريم بنحتفل بعيد اسمه ظهور صعود جسد العذراء مريم. طيب احنا ليه بنصوم صوم العذراء مريم في الكنيسة القبطية، أو ليه الشعب القبطي بيصوم الصوم ده؟ الشعب القبطي بيصوم الصوم ده احتفالا بحياة العذراء مريم، واحتفالا بدور العذراء مريم في قصة الخلاص، وإن هي والدة الإله، جزء مهم جدا في رحلة خلاص الإنسان بدورها إن هي والدة الإله. صوم العذراء مريم اتذكر في كتير جدا من المصادر التاريخية في الكنيسة، وإن كان في وقت متأخر عن القرن السادس، ولكن أقرته قوانين كتيرة في الكنيسة القبطية زي مثلا قوانين ابن العسال في القرن الثالث الميلادي. وذكر إن صوم العذراء مريم كان موجود وكتب بالنص: ويصوم الأقباط للعذراء مريم 15 يوما من أول مصر. كمان مذكور في قوانين البابا كيرلس الثالث والمعروف باسم البابا كيرلس ابن رقلق، واللي كان موجود برضه في القرن ال13 الميلادي. وذكر إنه الأصوام الاختيارية اللي هي زي صوم العذراء مريم أصبحت إلزامية مع مرور الوقت، وده لكثرة حب الشعب للصوم ده. كمان هنلاقي في السنكسار اللي هو كتاب سير القديسين، هنلاقي إن السنكسار يوم 1 مصر اللي هو بيوافق 7 أغسطس بينبه المؤمنين في الكنيسة وبيقول لهم إنه النهاردة بداية صوم العذراء مريم، عشان يجي تاني يوم 16 مصر اللي هو يوم 22 أغسطس. نفس السنكسار يذكر إنه عيد انتقال جسد العذراء إلى السماء كعيد بيختم بيه التنبيه اللي كان قاله يوم 1 مصر، واللي هو بداية صوم العذراء مريم، عشان يجي 16 مصر وينبهنا السنكسار تاني ويقول لنا انتهاء صوم العذراء مريم. كمان في كتابات الآباء كتير اتكلموا عن صوم العذراء مريم، يمكن أشهرهم البابا كيرلس السادس. والبابا كيرلس السادس ذكر في عبريته صوم العذراء مريم. كمان الأنبا ساويرس ابن المقفع اللي كان في القرن العاشر الميلادي ذكرت في كتاباته صوم العذراء مريم، وإن الكنيسة بتكرمها وبتصوم لها. طبعا في كتير جدا من من الكتب الطقسية اللي موجود فيها تماجيد تاريخية بترجع للعذراء مريم، وإن هي بترتل في صوم العذراء مريم. طبعا لو وصلت لغاية هنا فأنا مجهز لك هدية قبل صوم العذراء مريم، وهم عبارة عن حلقتين. الحلقة الأولى بنتكلم فيها عن معلومات نادرة جدا عن العذراء مريم، وهتلاقي الحلقة هنا وهتلاقيها في تعليقاتنا لو أنت بتتابعنا على التيك توك. أما الحلقة التانية والحلقة اللي مش هتلاقيها غير عندنا، وهي حلقة بنتكلم فيها عن تاريخ وعقيدة وروحانية لحن افرحي يا مريم، اللحن الخاص بالعذراء مريم. نتكلم في موسيقاه وفي روحانيته وفي عقيدته، ومين ألفه وإمتى ألفه وليه ألفه وإيه علاقته بالعقيدة. سيب لك برضو لينك الحلقة في التعليقات لو أنت على التيك توك، وهسيب الحلقة كده كده موجودة على قناتنا على اليوتيوب، ولينك القناة في البايو. دي كانت نبذة بسيطة عن صوم العذراء مريم وتاريخه. لو عايزين نعمل حلقة كبيرة عن الصوم وتاريخه ونشأته وإيه أبرز الأحداث اللي حصلت فيه زي ظهورات العذراء مريم اللي حصلت في الزيتون وفي جبل أسيوط، ممكن نعمل حلقة خاصة بصوم العذراء مريم. أهم حاجة مننساش يوم 1 مصر هتبدأ الصوم، تحتفل يوم 16 مصر الشهر القبطي والسنة القبطية. أشوفكم الحلقة الجاية في حكاية جديدة وصوم جديد. سيرش في القناة وتفعل الجرس. سلام.